بحل علينا 22 من تشرين الثاني هيدي السنة بظل ظروف صعبة بحرب ودمار كبير. فكيف بشوف المواطن اللبناني عيد الاستقلال؟ قديش بيعني له هيدا العيد؟ هل بيعتبره بعده موجود؟ ايه او لا؟ هيدا تعمل ذكرى وفاة الاستقلال. يفترض الدولة اللبنانية تعمل هيدا اليوم ذكرى وفاة الاستقلال. ما في عنا استقلال مزبوط. ليش؟ كل الدول عم تتدخل فينا يعني. بعده موجود الاستقلال، نحن شعب عم بيقاوم وعم بيدافع عن بلدنا يعني من الاجتياح الاسرائيلي، واكيد هذا الشيء مهم، عيد مهم لكثير من اللبنانيه. يعني كيف بدي خبرك بهالاوضاع هذه؟ نحن مهجرين يعني صار لنا سنه وشهرين قاعدين عم ننام بالسيارات. شو بدي خبرك؟ وين في عندنا دوله فيها في استقلال؟ في دوله ليكون في استقلال؟ يعني لي اشياء كثير يا عم. لبنان عمره 75 سنه وراح بظل الى مدى الدهر. وبتشوف الاستقلال بعده موجود؟ هلا الاستقلال بهالايام ناقص يا حبيبي. نحن عم نعيش حاله حرب وحاله تشرد وما عارفين حالنا لوين واصلين. بس لبنان بيبقى يا حبيبي، بيبقى موجود على الورق. بدنا نحكي يعني موجود على الورق، مش موجود كاستقلال يعني. لا ما بيعني اللي ما بحس فيه ابدا، وما بحس انه نحن دوله مستقله، وما لازم يمحوه، ما لازم يعملوا هالعيد. عيب انه يحتفلوا بعيد الاستقلال ونحن ما عندنا استقلال. ولا خصوا ولا حررونا من يمكن من فرنسا، بس وقعونا تحت 700 احتلال. أنا تقديري عيد الاستقلال منشوف بشائره من حدودنا الجنوبية يلي ما قدر الإسرائيلي يقرب فشخة عليها، وبالتالي منشوفها كمان مشعة ومضوية بدم جنودنا بالجيش اللبناني يلي قدم 3 شهداء امبارح ظلما وعدوانا. استقلال بلبنان لانه عيد الاستقلال المضبوط لما بنكون مستقلين عن كل البلاد. هلا السعوديه بطلت تتدخل فينا، بس الايرانيين بعدهم عم يتدخلوا. يعني اذا بدنا نعمل سلام بهالحرب اللي صايره، بيجي الايراني بيقول انه نحن بده يتدخل بدستورنا وبكل شيء. فاي استقلال عم تحكوا عليه؟ اكيد وجود المقاومه، شباب حزب الله عم يدافعوا عن الارض، عم يدافعوا عن العرض، عم يدافعوا بدمائهم، عم يرووا هالتراب لنوصل لهالنهار هو الاستقلال. اكيد الاستقلال على طول بضله موجود، بس كل مره بيكون له معنى ثاني. هلا عنا مثلا الاستقلال هلا بهالوقت معنى غير الاستقلال عن فرنسا. هذا العيد ما بيعني شيء، يا بتنتصر المقاومه بنعيد كلياتنا سوا، يا ما في الاستقلال. اكيد هو اصلا شو ما صار، هو معروف لبنان هو قطع بظروف ورجع قدر يكفي عادي. هلا كمان رح يكون ذات الشيء. لا ليه؟ راح بيتنا بجيب شيء، نزل بيتنا بجيب شيء، خلينا والله. هيا عم عايش ولا قرش، هول بحكي لنا المدرسه بتدور على التنظيفات المهجرين. بقول لك شوف الاستقلال اذا في حريه قرار وسياده كامل متكامل، مش الاستقلال مش بس مرحله بتمرق يعني بسهوله. مش هيك الاستقلال هو مفهوم بده يكون متجذر عند الناس وعند السلطه السياسيه وعند الشعب يفهموها. شيء اكيد منه موجود عيد الاستقلال. ليه؟ بهالوضع اللي نحن فيه. حدا مواطن يعني شريف بيعني له عيد الاستقلال. هلا بدك تقول لي بالمفهوم عيد الاستقلال، اكيد لا ما في عيد استقلال صراحه يعني. ليش؟ اول شيء مزارع شبعه بعدها محتله، تلاقي فرشوبه بعدها محتله. نحن ما عندنا استقلال، ما زال عندنا اراضي بعدها لحديت هلا مش محرره. الاستقلال لما تحرر كافه اراضي بلادنا. هيك كانت نظرة اللبنانيين لاستقلالهم. البعض بيشوفها منقوصة أو معدومة بسبب الحرب وتدخل الآخرين، والبعض بيشوفها موجودة بشرف محاولة الدفاع عن الأرض. لكن الأكيد إنه لو مهما اختلفنا يبقى كلام هيدا العم هو يلي بيجمعنا. مهما راحوا ناس وجوا ناس، لبنان ما ده بيعني لك عيد الاستقلال؟ حرقة بقلبي. لبنان بضل، بتروح ناس بتجي ناس، بس بضل.